ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ ايوه بقى 4 شهور ما نزلتش فيديو، بس ان شاء الله من اول دلوقتي هعمل واحد كل اسبوع. واحد فعليا كنت كسلان فشخ، بس من اول دلوقتي ضغط ساعه العمل. انا طول المده اللي فاتت دي كنت بدور على السوشيال ميديا على اكتر شخصيات فيمس والكونتنت اللي بيقدموها الشخصيات دي، فلقيت كميه ماتيريالز يتعمل منها سلسله حلقات ممكن نسميها كفايه بقى. بس انا ممكن اكون ظالم للمحتوى بتاع مشاهير السوشيال ميديا، لان الناس دي اجتهدت وقدمت محتوى هادف. يعني مثلا الفيديو ده اسمه كما تدين تدان، بس بيعلمك لو بعت حد عشان عمل حادثه انت كمان ممكن تعمل حادثه. طبعا الفيديو ده وصل ل 8 مليون مشاهده و130 الف لايك. مش عارفين البديهيات دي تقريبا. في فيديو تاني اسمه عايز فرصه تانيه بس، وده بيحكي لك انك لو شربت حشيش ممكن تعمل حادثه وتموت، فخلي بالك. السلام عليكم يا عمو. كم جشة جديدة بس ايش الشكل دي يا حاج؟ عامل ايه؟ صورني معاك، صورني معاك سيلفي مع عمو الزبون. الفيديوهات دي بتحسسك اكنك بتخاطب جمهور كله اطفال مش عارف يفرق بين الصح والغلط. المفروض كل واحد عارف القيم البديهيه دي. ممكن تعتبرها فيديوهات ارشاديه للاطفال. بس خلاص بلاش نخرج من موضوعنا دلوقتي. احنا كنا بنتكلم على الانفلونسرز وازاي تبقى انفلونسر في اقرب وقت ممكن. انت مالك بالانفلونسرز؟ بتحقد عليهم ولا ايه؟ لا يا حبيبي انا مش بحقد عليهم، انا بس عايز اعرف انهم ازاي عرفوا ياثروا على معظم جيل الاندر ايدج جاست فور ذا كريوسيتي. واول واحد معانا محبوب الجماهير، قاهر قلوب العذارى، عنده اكبر تأثير عيون سلاش اكبر مؤثر على السوشيال ميديا في مصر حسب مجلة وشوشة، محمد فرج. تعليقه وتفاعله مع البوستات واللايكات اللي بتجيله على البلوج بتاعه، على الصفحة بتاعته، ودي بتأثر عليه هو شخصيا ازاي. على فكرة فاروق الواد زي القمر وما عملش حاجة، بس زي ما قلت انا جاي بس عشان افسر او عشان نفسي. ايه مين دي؟ ماشي. جبت لي جلطة من حلاوتك. هو بصي يا ربنا يخليكي، بس يعني ايه؟ ليه الاوفر؟ في كذا طريق ممكن يوصلك انك تكون فيمس على السوشيال ميديا، وانا هاخد محمد فرج على اكزامبل. زي ما انا قلت في الاول انا مش بعارضه، انا بس بحلل. لو جينا اتكلمنا على ميوزيكلي، لو محدش عارف ميوزيكلي ده ابلكيشن على الموبايل بيخليك تحرك شفايفك على اغنيه شغاله ورا. بصراحه انا جربتها شخصيا وحاليا بندم عليها ندم عمري عشان ما بقاش منافق وانا بتكلم. بس ميوزيكلي ده في شرط اساسي لازم يكون عندك، انك لازم تكون سكسي فشخ. الجبر قلبه يحيي والبت دي سحراني برموشها ناس بحالي. عيني في عينيه لا وعناها في عيني لا 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 تبقى معدية لا لا تبقى معدية لا لا سلم شعري لا عيني في عيني. عادي ممكن بعد ما حركت شفايفك المهلبية دي ممكن تكسب جوائز عليها. الشيطان يوزك في سكة شمال يفضل يقول لك العب يلا العب يلا. وده والله انا مش بحقد عليه ولا حاجه، بالعكس انا شخصيا صوتت له مع كل اصدقائي اللي في المدرسه، في اصدقائي الابتدائي والاعدادي، كلنا صوتنا له. كلنا كنا متفقين ان شفايف محمد فرج ملبس زي الملبن. ده رياكشني اول ما اشوف شفايفه. اقول لك 6 بقى يا اختي. والله حركات عايزين يتاكلوا. ايه اللي بقوله ده؟ انا الولاد كترت، الرجاله كترت، وانا ابتديت اخاف. حلو الموضوع ده حلو، بس يقلق في نفس الوقت. وبرده فروجة معتبر ان كل اللي بيتفرج عليه بنات، بس ده غلط خالص. انت مش متخيل ان في رجاله كتيره بتتجنن على شفايفك.
انت مش متخيل شفايفك بتعمل فينا ايه. الخرا اللي هو تتجنن على what the fuck. It's not funny. عادي ممكن تتعزم بعد كده لحفلات عشان تبريفورم العب يلا لايف، عشان الناس كده تتفرج عليك وانت بتحرك شفايفك المهلبيه، كلنا معترفين ان هي مهلبيه لايف. هو اصلا طول الفيديو مش عارف يعمل ايه، عشان راجل يعني من كتر مواهبه مش عارف يعمل ايه، فطلع يبريفورم اغنيه تلعب يلا وخد جايزه عليها برضه. انت مالك؟ انت سيبه في حاله، انت بس غيران عشان هو مشهور وزي العسل وانت لا. ايوه فعلا هو زي العسل، والمشكله ان هو زي العسل وشفايفه زي المهلبية. الجزء الثاني هنتكلم على الابراج، وزي ما كلنا عارفين الابراج دي حقيقيه ومش فسا. وطبعا بغض النظر على كل العالم عارف انها كلها فسا. بس احنا كمصريين بنعشق فساء. خدنا فيديوهات محمد فرج كمثال، ردة فعل كل برج لما تقول له يلا نخرج، وشخصية كل برج في لجنة الامتحان. ايه ده؟ يا نهار اسود، ايه الاسئله دي؟ مش الحاجات دي كانت ملغيه؟ انا شلت الماده، انا شلت الماده. ايه ده فعلا انا دلو، حصل معايا كده في الامتحان بالظبط. احيي انت دلو برضو؟ انا دلو. انت عارفه ان محمد فرج برضو دلو؟ ايه ده يعني احنا في الامتحان بنبقى زي بعض؟ والدلو يا الدلو برج الدلو والبرج الحلو. لا 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 نخرج ايه؟ ده انا امي تعبانه وراقده في السرير، واخويا اتقبض عليه امبارح، كان ماشي في مظاهره واتقبض عليه. شفتي انا كده بالظبط، اول لما بخرج مع اصحابي بعمل كده. ايه ده وانت دلو؟ والدلو انا دلو. الدلو والبرج الحلو. وطبعا ما تقوليش اللي انت مش بتريليت، كلنا بنريليت. الجزء الثالث هنتكلم على فيديوهات العربيات بلس بنت. بعد ساعات وساعات من استهلاك هذا المحتوى بقيت بقى ايه، عندي خبرة كافية ان انا اقدر احدد الموضوع بتاع كل الفيديوهات دي. ده اما كانت حاطه روج كان قاعد مش على بعضه في العربية وكان عايز يمسح الروج بتاعها. لا ده ليه حلقة خاصة بتاع اول يوم العيد، اديني عيديتي، كل دي عيدية الله يخرب بيتك. وكانت مش راضيه بالعيديه دي بتاعت الدبدوب بتاع الليا. شكرا لاحمد السعيد الصراحه اللي جمعهم لي كده. طبعا الفورمولا مش هتكمل غير مع العربيات والبنت. انا مش عارف يعني مسمعه جدا اللي هي فيديوهات اللي هي على العلاقات، ومش عارف جاب لي دبدوب ولا بيخوني مع واحده صاحبته، ولا جاب لي موبايل وما جابليش موبايل. الناس بتريليت عشان كل الناس في علاقات، مفيش غير احنا بس السناجل تقريبا. الكونتنت دي محبوبه للناس بطريقه رهيبه، تعدي خط المليون عشان بس جايب بنت معاك وهي بتردح لك. لازم تردح، اما البنت بتردح بيبقى مضحك فشخ. لازم البنت تردح. احقق امان. الدبله دي ليه؟ عشان احقق امان. فلوس دي ليه؟ عشان احقق امان. خاطبني عشان احقق امان. يا بابا تفسحني وتخرجني وتدلعني. كان متقدم لي لعيب كوره كان هيلعبني، كان متقدم لي رائد فضاء. وده هيعمل ايه؟ هيرقصك. هلو حبيبي، ازيك عامله ايه؟ تعرف عليك؟ لا خالص، ده انت جايه بالظبط. يا نهار ابيض. كل سنه وانت طيب. انت طيبه يا حبيبتي. انا مبسوطه قوي ان احنا العيد ده مع بعض. جبت لي ايه؟ جبت لك غمض عينيكي. جبت لك كل ده رز. ايه ماله رز؟ كل ده رز يا اختي. نورميز ايه؟ ما اعرفش يعني ايه نورميز اصلا اللي انتوا بتقولوها دي. انا بس بسمعها كتير. ليه انت مش مرتبط، او ليه مش مرتبط لحد دلوقتي، او ليه ما بتحبش الارتباط؟ انا هقول لك ليه. ما بحبش المحن. انا مش عارف انا مريض نفسي ولا ايه. لا بجد لو اتكلمنا على كل المحتوى العربي، مش العربي، انا مش هتكلم عن المحتوى العربي، انا هتكلم عن المحتوى المصري بس. كل الانفلونسرز اللي بيقدموا محتوى في مصر، معلش معظم المحتوى ده زي الخرا. الكوميديا اللي في مصر احنا اللي عملنا الكوميديا، مش الكوميديا اللي طالعه اللي زي الخرا منها دي. الناس اللي بره مصر لما تيجي تشوف المحتوى اللي هنا تشوف ده، عشان هو ده المشهور عندنا، هو ده التوب. تخيل التوب بتاعك ليدو وعلي غزلان وشادي سرور. برجع هواية انت بتديني فرصه اتكلم. برجع عرب just to suffer وبيرجع every night. ده مفيش حد بيعمل كرياتيفيتي الا انا.
lost. يعني قنديل يلسعك في الزلموكة. The comrades I've lost won't stop hurting. لو كنت مش مصري واتفرجت على الفيديوهات دي هقول ده شعب المحتوى يكون موجود قشطه، ده للاطفال، ده يعني كاتيجوريز اللي هو اللي يتفرج عليه ومعظم الناس اللي بتتفرج عليه اطفال كلها عندها 12 سنه، بس ما ينفعش يكون هو ده التوب، ما ينفعش، لازم احنا ندعم محتوى تاني يكون هو التوب، يكون هو ده اللي بيمثل المحتوى المصري، مش واحد جايب له عربيه ومقعد بنت جنبه يبقى هو ده المحتوى التوب اللي في مصر. ده للذوق العام، الذوق العام المصري بقى فيه تدهور فشيخ. عادي انا ممكن اقترح عليكم ناس كويسه بتعمل محتوى وهو ده المفروض اللي يبقى التوب، هو اصلا عادي ممكن يكون المحتويات اللي انا هقولها لكم دي اصلا مشهوره وانا لا اذكر جنبها. في شخص بيعمل محتوى مبتكر جدا اسمه محمد البرعي، هو اصلا مشهور، بس الفكره في ايه؟ ان يكون في بديل، وده واحد من الناس البديله. بس الفكره برضو لمحمد البرعي او اي حد بيعمل محتوى مبتكر او في فكره او مش معتاد ان هو يعمل كتير، يعمل فيديوهات كتير. الحوار بيبقى مش جايب همه او مش بيبقى فيه دعم مادي اللي هو الشخص ده يعرف يكمل، بس بيبقى فيه وسائل ممكن تدعم الشخص ده. حتى لو في مواقع كتيرة اسمها سواء باتريون او في مواقع اللي انت ممكن تسبورت الكرييتور او صانع المحتوى اللي انت بتحبه بفلوس عشان يعرف يكمل ده. وده المفروض يبقى فيه ثقافة بعد كده، تبقى ثقافة عامة او عادية اللي انت تسبورت الشخص اللي بيصنع المحتوى عشان يعرف يكمل او يعرف ينتج محتوى حاجة بشكل واسع وبصورة دورية. يا رب واحد زي محمد البرعي ينزل فيديو كل يوم وخلصنا من الخرا اللي احنا فيه ده. شكرا يا جماعة للناس اللي وصلت لاخر الفيديو، وان شاء الله ده مش هيبقى اخر فيديو في الشهر ده، ما علينا هنزل فيديو كل شهر، هنزل فيديو كل اسبوع، حتى لساني ما بيجيبهاش. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، ما تعمليش فولو على الانستجرام، ما تنساش برضو تعملي فولو على الانستجرام. فاكر ردت عنيك، فاكر أول مقابلة لما ساعتها لمست إيديك، وفاكر لما قلت